تدعيم بناء الدولة الحديثة في مصر، والدولة الحديثة لا تقوم بعد الديمقراطية إلا استنادا على العلم والتكنولوجيا. بهذه الكلمات أعاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تصحيح مسار ثورة 23 من يوليو بوضع ما أسماه برنامج عمل الدولة المصرية، وهو ما احتفلت به اليوم جبهة الشباب الناصري، والذي تزامن كذلك مع يوم الأرض. احنا جايين النهارده عشان خاطر نحيي ذكرى بيان 30 مارس اللي اطلقه الرئيس جمال عبد الناصر كميثاق العمل الوطني بين الشعب وبين القياده السياسيه اللي كانت موجوده وقتها، واللي قدرت ان هي تحقق اعظم نهضه اقتصاديه واجتماعيه في تاريخ مصر. وبنحيي يوم الارض وبنأكد على وحده الوطن العربي. البيان ده صدر سنة 68 بعد نكسة 67، كان عبارة عن برنامج عمل اللي تمشي عليه الدولة لإزالة آثار العدوان. البيان ده في نقط تصلح للتطبيق النهارده. عايزين القطاع العام يعود مره اخرى، عايزين تحالف قوى الشعب العامل، العمال والفلاحين والطلبه، كل النقط الرئيسيه اللي كانت في البيان هي اللي تصلح لحل المشكلات الحاليه اللي موجوده في مصر. يمكننا ان نعتبر ان ثورتي 25 يناير و30 يونيو جاءتا امتدادا لبيان 30 مارس بكل بنوده الايجابيه التي تصلح لا زالت تصلح لغاية الآن. كلمات ألقاها زعيم الأمة قبل 46 عاما ليصلح حال دولة انتهكتها نكسة عسكرية، تصلح الآن أن تكون دستور عمل لنفس الدولة التي لا تزال تعاني من إنهاك لا يقل عن سابقه. أحمد يحيى، مصر كل يوم، قناة المحور.